سيادة المستشار مرتضى منصور، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، ازيك؟ والله انا حزين ومتضايق وزعلان استاذ احمد، انت عارف اللي بيلعب بالنار، الطفل اللي بيلعب بالنار؟ نعم. انت عارف الفار اللي بيلعب مع الاسد؟ الاسد بيعمل فيه ايه؟ بياكله. نعم. اللي بيعملوه ده القدر اللي انا كنت بتشرف بالانتماء اليه واستقلت من على منصاتي 84، هو ده الاسد. عشان كده بقول للدكتور محمد مرسي وجماعته وعشيرته ودلاديله في حزب الوسط، تاني دلاديله في حزب الوسط، بلاش لعبة القضا، لان ده اسد وهيلتقط. ادي واحد. اتنين، هو انت يا اخ عصام يا بتاع حزب الوسط، انت مش متهم في 1200 بلاغ متقدمين ضدك بيحقق فيهم الاستاذ ثروت حماد، اللي انا بقول له يا استاذ ثروت حضرتك خلصت التحقيقات لما قال ان القضاه مرتشين وبيتاجروا بيتقاسموا في الفلوس مع تجار المخدرات. هو حضرتك مستني ايه يا استاذ ثروت؟ هو حضرتك يعني منتظر ايه؟ ما انت انتظرت بقالك سنه في التحقيقات اللي خلصت لغايه ما امبارح قال تاني ان القضاء فاسد، هو تاني بقول وعلى مسؤوليتي دلاديل الحكم دلوقتي. حزب وسطي، انا عايز اعرف كم عدد حزب الوسط ده اللي عامل لي مشروع القانون. ادي واحد. اتنين، حضرتك بتتكلم عن مجلس الشورى والمستشار احمد زند اتكلم عن مجلس الشورى. نعم. تمام. اولا مجلس الشورى ده واخد استثناء، يعني احنا عندنا مبدأ في القانون لا يجوز لما يكون في استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه. لما يكون عندي استثناء في القانون اخده في حدوده وما توسعش فيه. انا عندي الاستثناء في الماده 131 من الدستور اللي فصله برضه مع الاسف بعض الدلاديل، تاني بقول اهو فصلوه دستور انتقامي عشان يخلصوا من تهاني الجبالي ويخلصوا من عبد المجيد محمود. بقول له مش الماده بتاع الدستور دي اللي هي ماده 131 بتقول ان الاختصاص التشريعي لما يتحل مجلس النواب زي الحاله اللي احنا فيها يروح لمجلس الشورى بشرط. ايه الشرط؟ في اول العقاد لمجلس النواب لازم يشوف تاني القوانين دي. يعني انت النهارده عمال عندك اسهال تشريعي، انت ناسي ان قانون السلطه القضائيه من القوانين المكمله للدستور اللي يجب ان تعرض على المجلسين بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشورى. يعني ازاي النهارده هتعرضوا على مجلس النواب على مجلس الشورى مره بصفته مجلس شورى ومره اخرى بصفته مجلس النواب او مجلس الشعب؟ هذا عبث اللي بيحصل ده. يا اخي شوف الجامعات اللي اتقفلت، يا اخي شوف الرجاله اللي بتتخطف في نص الليل، يا اخي شوف الاقتصاد اللي خلتنا بنشحت من قطر وبتخلي واحد زي اللي قلت لك قبل كده اسمه احمد علي، هذا الانسان السفيه، يتكلم عن شعب مصر يقول احنا اعظم حاجه بنصنعها قرص الطعميه. قرص الطعميه دي اللي عملت الجامعات المصريه ومنها كليه الاعلام اللي انت جيت اتعلمت فيها يا استاذ احمد هنا في مصر، لانك لو عندك جامعه في بلدك ما كنت زحفت الملايين دي كلها الامتار او الكيلوات عشان تتعلم في بلدي في كليه الاعلام. ونعلمك قبل ما بنعلمك العلم بنعلمك الادب وازاي تحترم البلد اللي علمتك وازاي البلد اللي ادت لك خبره. سياده المستشار خليني، لان انا عايز اخد راي برضه حضرتك دلوقتي. الكلام على انه خلاص انه في مظاهرات طالعه يوم الجمعه وبالتالي هيحصل استجابه، وحضرتك عارف المظاهرات طالعه ازاي ومترتبه ازاي والتخطيط ازاي وعلى هوا الرئيس طبعا، وبالتالي انه هيقر هذا القانون. استاذ احمد، ايه اللي ممكن يحصل في حاله اقرار هذا القانون؟ يا استاذ احمد، نعم، انا بقول للدكتور محمد مرسي اختار انت واسرتك والدلاديل، حاجه من الاثنين، يا مسار ثوري يا مسار دستوري قانوني شرعي. حضرتك عايز تمشي بالمسار الثوري وانت حزب حاكم وهتنزل اول مره في العالم حزب حاكم ينزل ناس تعمل مظاهرات بصراحه في العالم كله، دي عقوبه. حضرتك عايز المسار الثوري انا معاك، عايز تنزل ناس انها تهتف بالروح بالدم يسقط القرع انا معاك ما عنديش مشكله. بس بقى في الحاله دي بقى الناس اللي حاصروا الاتحاديه وقالوا لك ارحل وروح دول شعب ولا دول بقى دمهم احمر وازرق واخضر واحنا دمنا اسود؟ لا، الناس اللي طلعت لك في الاتحاديه كذا مليونيه ارحل ما دام احنا بقى بناخد المسار الثوري وصوت الشارع هو اللي ماشي، لا حضرتك هترحل، كلام ما فيهوش هزار. حضرتك بقى هتاخد المسار الدستوري الشرعي، تمام؟ يبقى ما تطلعنيش مليونيات عشان الاحكام يا استاذ احمد مش بالمزاج. المحاكم اللي مش عاجباهم دي لو تفتكر ما هي اللي ادت 15 سنه لسامح فهمي
ما قالوش عليه فاسد ليه؟ وهي اللي ادت لحسني مبارك مؤبد، ما قالوش فاسد ليه؟ وهي اللي ادت لابراهيم سليمان 3 سنين، وهي اللي ادت لاحمد عز 10 سنين، وهي اللي حبست زكريا عزمي. مش هي دي برضه المحاكم الفاسده؟ ولا على مزاج حضره الام بتاع مزاجك لما حضرتك تلاقي الحكم عاجبك وجاي حكم من وجهه نظرك انه بيخلص الخصومه، بتسقف وتقول اعظم حكم في التاريخ. ولما يجي حكم عادل، وده عادل وده عادل، بس مش على هواك، مش على هواك. انت فاكر ان حسني مبارك لما انت خدته رميته النهارده واخده من المستشفى العسكري وراح المعادي دي وموديه السجن، وانا بسال الضباط وبسال المجلس العسكري وبسال اللي هو المشير السيسي او الفريق السيسي، يا رب ياخد مشير ان شاء الله، شكله هياخدها قريب. هو حسني مبارك ده مش كان قائد طيران حرب 73؟ انتوا سايبينه يتبهدل ليه؟ الله، خلاص الراجل عنده حبس احتياطي، الحبس الاحتياطي ده يأديه في مستشفى عسكري لانه ده قائد القوات، والا اللي حصل لحسني مبارك ممكن يحصل لاي قياده. قائد القوات الجويه دلوقتي لو ما عجبش الدكتور محمد مرسي ممكن يترمي في السجن زيه مع المجرمين. ترمي صوره في مين؟ في المجرمين النشالين وتجار المخدرات. انت النهارده لما تيجي عايز العدل بتاع ربنا، محكمه طبقت الماده 141 من قانون الاجراءات الجنائيه اللي بيؤدي 2 سنين حبس احتياطي يخلى سبيله بقوه القانون، تمام؟ واخلت سبيله. انت النهارده لما تقول لي نائب العام، انت تطهير قضاء ايه؟ لما تجيب لي نائب عام يحبسه ويقول لي اصل، وانا طبعا مش موافق على كل نظام حسني مبارك، انت عارف يا احمد ايه؟ كله كان نظام فاسد ظالم، ما عندناش مشكله، بس حاسبه بالقانون وبالقضاء المحترم. هذا النائب العام اللي هو بيسافر قطر يا احمد، عشان مع وفد كلفنا بتاع 200-300 ألف جنيه، يقول لك عشان نعمل تبادل مع قطر ووكلاء نيابه قطر يعلموا وكلاء نيابه مصر. يا نهار اسود، ده مصر وكلاء نيابه بتوعها وقضاتها في كل العالم العربي مشرفين المنصات، تمام؟ لما تيجي تقول لي اصل هو البتاع الرئاسيه، القصور الرئاسيه عمل حمامات سباحه ومش عارف عمل اساسات بكام، تمام؟ انا معاك، بس حضرتك قاعد فيهم يا دكتور محمد مرسي مستمتع بيهم. انت مش عاجبك اللي عمله حسني مبارك في القصور الرئاسيه؟ انا بقترح عليك اقتراح وكلنا وراك، بيع هذه القصور، تجيب مليار 2 مليار 3 مليار ما تستمتعش بيها انت واسرتك وعشيرتك وحبايبك واصحابك، تمام؟ بيعها، ولما تبيعها اعمل بيها مساكن للشباب، اعمل بيها مصانع للناس، يبقى ده مشروع النهضه. حضرتك النهارده بتكلمني عن هدايا الاهرام ولا هدايا الاخبار الجمهوريه يا استاذ احمد؟ هي مؤسسه الاهرام في البطنيه، رئيس مجلس ادارتها كان تاجر مخدرات، لما يبعت لي انا مرتضى او يبعت لاي مسؤول اجندات ولا اي هديه ايا كانت، تمام؟ طب ما ارجع الهدايا. انت عمال تقول ايه؟ وعبد المجيد محمود الفاسد، اصل الاهرام بعتت له هدايا، الاهرام بعتت له حشيش، تربه حشيش. وبعدين النهارده انا لما اكون مسؤول، كنت خلال الزمالك وجالي مثلا هدايا انا رفضت، خلاص، لكن غيري خدها ووزعها على الموظفين. تيجي النهارده تقول اصل عبد المجيد محمود فاسد عشان مش على مزاجك النهارده، علشان حول البلاغ زي ما قلت لك يا احمد بتاع قتل المتظاهرين المتهم فيه عصام سلطان ومحمد البلتاجي، وهذه الشريحه دي لما حولوا لعمرو فوزي للتحقيق يتشال ثاني يوم. النهارده لما اتسب القضاة مصر كلهم امبارح، والنادي القضاء عمل بيان وقال هعمل بلاغ ضد اللي سبينا سواء محسوبه او سلطان او جدع اللي اسمه عزام ده بتاع حزب حضاره. حضاره مين؟ يقول لي كام واحد في حزب الحضاره؟ يقول لي كام واحد في حزب اللي بتاعهم ده اللي هو بتاع الوسط ده اللي بيقولوا عليه هز الوسط ده ولا معرفش اسمه ايه، تمام؟ لكن للاسف الشديد والله العظيم بقول لك ثاني، انا كنت اتمنى الدكتور محمد مرسي الذي ظلم هو وجماعته لما يتولى الحكم ويمكنه الله في الارض زي ما تمكن، يبقى اسلوب ثاني خالص، يبقى ناس قلبهم صافي لكل الناس، مش عمال ينتقم وبعدين جماعات زي ما انت شايف يا استاذ احمد، شايف عندك الجماعات كلها قفلت لجنه غير مسمى. خلص على الامن، قال لك انا عايز اعيد منظومه الامن تاني، ليه؟ عشان يخلص على الشرطه يجيب الضباط اللي على مزاجه. هل سياده المستشار تتوقع انه القضاه هيصعدوا اذا حدث اقرار هذا القانون او محاوله اقراره؟ هقول لك انا دلوقتي، بس انا بس عايز اقول لك انه بعد ما الشرطه خلص على الشرطه دخل على الجيش وقال لك الجيش كان بيقتل، لو تفتكروا سرب لجارديان تقرير مزور مزيف عامله محامي فاهم، للاسف الشديد، للاسف تاني بقول محامي للاسف ما كانش على مستوى المسؤوليه، ثم دخل على المخابرات العامه لما الاخ محسوب اسمه اللي هو بتاع حزب الوسط ده اللي اسمه ماضي قال لك ده المخابرات عندها 600,000 ولا مش عارف بلطجي بيبقوا في ناس يضربوا بالناس. ايه العبث ده؟ انتوا اهدرتوا كل اركان الدوله، ما فيش حد عاجبه كلامته. اما سؤالك بقى هل القضاة سيسكتوا؟ عايز اقول له يا دكتور محمد مرسي ما تلعبش مع الاسد. قضاة مصر فوق المنصه وتحت المنصه اللي هم المحامين
بيقولوا لك ما تلعبش مع الاسد، اوعى تلعب اللعبه دي مع قضاة مصر، لان مش سهل انك انت تاكلهم وتقرقشهم، ومش على مزاج حضرتك الحكم اللي عاجبك انت وعشيرتك والدلاديل. اهلا وسهلا بالقضاء. نتحفظ بس على كلمه دلاديل دي، معلش. انا بقول دلاديل اللي هم اتباع، اللي هم مشاهدين زعلانين، فانا بتحفظ عليها. اتحفظ، انت بقول على مسؤوليه الدلاديل اللي هم عاملين نفسهم مره ضمير مين؟ مين في راسكم تتكلموا اسم شعب مصر؟ الله، البلتاجي ده ضمير ايه؟ اذا كان ده امين حزب، كان امين حزب الحريه والعداله في القاهره، محسوب ده هو مش كان وزير بتاع الشؤون القانونيه؟ احنا هنهزر؟ فكرنا هي اللي بيضحكوا علينا. طب دلوقتي هيعملوا مليونيات ضد القضاء والاعلام يوم الجمعه. طبعا لارهاب القضاء وارهاب الاعلام. ده بص انا نسيت برضو الحاجه برضو اللي لعبوها، ان هو انا عارف انا مختلف مع بعض الاعلاميين، تمام؟ ان هو عايز يرهبك كاعلامي. طب انا النهارده يا عم عايز اقول كلمتين افضفض بيهم، واقول ان انا شايف ان سياستك فاشله، وعايز اقول ان حضرتك بتقتل، وعايز اقول ان حضرتك الثاني ظالم، حضرتك اظلم، تمام؟ طب روح الاعلام حضرتك بتحاصر، واللي يتكلم يا يتحبس يا ينضرب لا يتحاصر. طيب هروح للمحكمه اقول لها ونادى المحكمه انا الراجل ده ظالمني، تقول لي لا مفيش محاكم. ما اروح فين؟ ادعي عليك اقول حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يهدك. ما هو فيش غير كده. الله يا اخي، اتعظ من حسني مبارك، واتعظ من فرعون، واتعظ من قارون، اتعظ من كل دول، اتعظ من شهران. الكرسي والله العظيم مدايم بقى. الحزب الوطني وزكريا عزمي اللي كان بيتنطط هو احمد عز يمين وشمال، ولو تفتكر 3 مقالات كاتبهم احمد عز في الاهرام يتحدث عن عبقريته، كان في شهر 12، بعدها ب 25 يوم في احمد عز. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، في ربنا والمصحف الشريف وفي قضاة مصر الشريف. النهارده بقول لحضرتك، انت النهارده بيخوف مين؟ بيخوف القاضي اللي القضيه رايحه له زي حسني مبارك، ما بيخافش، تمام؟ وانا بقول الكلام دون وانت عارف ان انا تعرضت لظلم كثير، لكن لما يظلمني قاضي او 2 أو 10 ليس معنى ذلك ان منظومه القضاء فاسده. سيظل قضاء مصر العظيم محترم. وبقول له تاني يا دكتور محمد مرسي، اقل قاضي في مصر اعلى مقاما منك، ودي مش شتيمه على فكره، لان زي ما قلت عندك في البرنامج، حضرتك يا دكتور مرسي لما تيجي تكلم القاضي او اي حد يكلم القاضي مهما على شأنه الوظيفي او المالي، بيرفع راسه لفوق للمنصه، لان هذا القاضي بيمثل ربنا على الارض، ولن ترهبوا القضاة، ولن ترهبوا المحامين اللي هم هيقفوا على القضاة. انما هتقول لي هيتعمل قانون، صدقني قبل القانون انا بقول لك ومن دلوقتي وانا اعلم ان القضاة هيعملوا جمعيه عموميه، وان القضاة عندهم ادواتهم، واذا اضرب قضاة مصر عن العمل صدقني الشعب هو اللي هيروح بقى الدكتور محمد مرسي يقول له شكرا هذه نهايتك، لانك زي ما قلت لك انت عمال تلعب مع كل مؤسسات الدوله، جيش، مخابرات، شرطه، واعلام، فاضل لك القضاء، فاضل لك مين؟ يا دكتور مرسي اتقي ربنا انت وجماعتك والدلاديل، دي مصر مش عزبه بتاعتكم، انتوا بتعملوا اسوأ من اللي كان بيعمله حسني مبارك والناس اللي كانوا معاه. شكرا المستشار مرتضى منصور، وتحافظ مره ثانيه وثالثه على كلمه دلاديل في اطار